أنا متخرجة من كلية حقوق بقالي سنتين وبشتغل في مكتب محامي كبير، وبصراحة من ساعة ما جيت وأنا خانقة الراجل مني، لأنه يبقى أبو صاحبتي اللي معايا في الكلية وبيحبني زي بنته، وعشان كده سايبني أشتغل في المكتب بتاعه بدل ما أشتغل عند حد غريب. وبعد شهرين تدريب جات لي أول قضية همسكها في حياتي، وكانت قضية طلاق بين واحد ومراته. فالناس جات المكتب وقعدوا عشان أطلقهم من بعض، فحاولت أتكلم معاهم ونحاول نوصل لحل، وفي الآخر الراجل اتصالح على مراته وقاموا مشيوا. لقيت بعدها أبو صاحبتي بيكلمني وبيقول لي برافو عليك إنك صالحتيهم على بعض، الصلح خير فعلا. لسه هقول له شكرا واحنا بنتعلم من حضرتك والكلام ده، لقيته بيقول لي أنا هبعت لك بقية المرتب ويا ريت تشوفي شغلانة تانية عشان انت كده ناوية تخربي بيوتنا وهنشحت قريب. تاني موقف، ولو انت مؤمن هتعمل إعجاب وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات. أنا متخرجة من كلية صيدلة وبشتغل في صيدلية كبيرة قوي، والنهاردة حصل حاجة بقالي نص ساعة بضحك عليها. دخلت ست كبيرة وبتقول لي إنها عايزة تقيس الضغط، فبدأت أقيسه لها، وبعد ما خلصت وبشيل الجهاز لقيتها بتقول لي هو ممكن تقيسيه تاني لو سمحتي؟ فبسألها ليه حضرتك؟ قالت لي أصل الدكتور قال لي قيسي الضغط مرتين في اليوم، وأنا مش قادرة أروح وأرجع تاني.